وقد أفسد أيما إفساد بالصرف عن هذه الكتب المدعو مختار بدري السوداني الحدادي، الذي كان معه جماعات من الشباب، لكنه بمكره وسوء فعله وخبث طويته بما أظهره سعى سعيا حديثا لصرف الشباب في السودان عن هذه الكتب السلفية. شاب من أبناء المسلمين كان كافرا فهداه الله إلى الإسلام، وأراد أن يمشي على الخط العلمي الذي مشى عليه علماء الأمة السلفية في تربية الأبناء. أراد أن يبدأ برسالة ماذا؟ الأصول الثلاث. كان يحسن ظنا بمختار هذا فراسله، قال له الحمد لله وصلت إلى بلاد الحرمين وأريد أن أبدأ بدراسة ماذا؟ الأصول الثلاثة. بالله عليكم لو هذه الرسالة جاءت إلى أي سلفي، إلى طالب علم أو إلى طالب علم مبتدئ أو إلى عالم، ماذا سيقول لهذا المسلم الذي أسلم جديدا؟ ماذا سيقول له؟ سر على بركة الله، هذا الخير كله. ماذا قال مختار الضال؟ قال له أنصحك بأن لا تنظر فيها، لأنها لم تكن على طريقة السلف. انتبه، صرفه عنها كما صرف عن ذلك الكثيرين البعد عن هذه الكتب العظيمة لحقد في نفسه على هذا الإمام المجدد ودعوته ومن صار على هذه الطريقة من العلماء السلفيين وطلابهم، لأنه والله ما رسخ في العلم ولا تربى على هذه الكتب، لأنه لا شيخ له، وفاقد الشيء لا يعطيه. بل ما توقف عند هذا الحد حتى يصرف عن هذه الكتب، سعى لكي يشوه من؟ شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب صاحب هذه الكتب بأسوأ أنواع الطعن والغمز والإسقاط. كما صرف عن الكتب ليصرف الناس عن من؟ عن هذا الإمام، وإذا صرف الناس عن الإمام هذا وعن كتبه حصلت البلية والرزية، وطعن في هذا الإمام بأقبح أنواع الطعن والغمز التي والله ما رأيناها في التاريخ حتى من أهل الطوائف من متصوفة وغيرهم هداهم الله إلى السنة والإسلام، يطعن فيه طعن قبيح أن كتبه التي ألفها لم تكن على منهج السلف في تأسيس العقيدة السلفية، وأنه كان سببا في خراب ماذا؟ بلاد السعودية، المملكة العربية السعودية، التي كل مسلم واحد يعلم أنها بلاد خير قامت على التوحيد، ويرجو من الله أن تسير جميع بلاد المسلمين على طريقتها على منهاج الإيمان والتوحيد والسنة، وليس الكمال لأحد سوى بشر الرسول. الدول تضعف ويحصل الخلل ويحصل النقص، لكن التوحيد إذا ارتفعت رايته فإنها أعظم راية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن ربه في الحديث القدسي إن الله عز وجل يقول يا ابن آدم يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء امتلأت السماء والأرض بهذه الذنوب عصيان وفسوق وفجور لغفرت لك ولا أبالي. لماذا؟ لأنه جاء ماذا؟ بالتوحيد. هذا الحديث تدخل فيه الأفراد والمجتمعات والدول أيضا، حتى الدول تدخل في هذا إذا جاءت بالتوحيد وحصل من حكامها تقصير وخلل من فسوق وعصيان وأكل ربا وهلم جرى من المعاصي، إذا لقوا الله بهذا التوحيد فإنهم يدخلون في هذا الحديث بإذن الله.
فمن عظم التوحيد في نفسه وانضبط بضوابط الشريعة قال الحق والصواب. صرف هذا المختار السوداني عن هذا الإمام وعن كتبه، وسار على ذلك جماعات من أبنائه الذين رباهم على هذا المنهج الفاسد. ثم انضم إلى ركابه ذلك السوري المدعو حسين عشيش الضرير، إنه يقال فيه كما قال بعض السلف عن ذلك العمي الذي ابتلاه الله عز وجل بعمى النظر وعمى البصيرة والعلم والدين، فقالوا فيه تعس العمي وأبو العلاء، فقد كان مجموعا له العميان. جاء هذا السوري إلى هذه البلاد السودانية طريضا ودخل فيها وأفسد فيها كما أفسد مختار، بل ساعد مختار في الإفساد، وصرف مع مختار شباب السودان عن كتب التوحيد التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. جاءه جماعة من الشباب يريدون أن يدرسوا فتح المجيد عليه، ماذا قال؟ قال هذا الكتاب يدعو إلى التكفير. والشيخ محمد بن عبد الوهاب كان بيضة للخوارج. ألا يخاف الشباب يا إخوان من هذه الكتب ومن هذا الإمام؟ صرفه أيضا. ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة أيها الأبناء من الصرف عن كتب التوحيد والعقيدة؟ نحن لا نتكلم عن ما ألفه محمد بن الوهاب من ذات نفسه، ولكننا نتكلم أن هذه الكتب وهذه الرسائل التي خطها هذا الإمام المجدد إنما خطها على ضوء النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. ما هي النتيجة؟ حصل الفساد في هؤلاء الشباب، كما ربوا على ما ربوا عليه من الفساد صدروا بذات الفساد، ما تركوا عالما إلا وأسقطوه، ما تركوا سلفيا إلا وأسقطوه، إلى يومنا هذا ما تركوا علماء. ما سلم منهم الشيخ بن باز العلامة المجدد، ما سلم منهم الشيخ العثيمين، ما سلم منهم حتى الشيخ الألباني، ما سلم منهم الشيخ ربيع ولا الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، ولا الشيخ عبيد الجابري، ولا الشيخ محمد بن هادي المدخلي، ولا كل مشيخة السلفين وكل طلابهم السلفين إلى هذه اللحظة التي أتكلم معكم فيها. ما ذلك إلا من خذلان الله لهم، لأنهم ابتعدوا عن هذا التوحيد الذي اجتمعت كلمة علماء السلفية اليوم بتدريس كتب هذه الإمام والبداء بها منهجا علميا متدرجا يبنون به أبناء الأمة الإسلامية بعد الله سبحانه. فانتبهوا أيها الشباب. ولذلك النظر في كلام مختار بدري يجد منه العجب العجاب، بل قال ما لم يقله السابقون، بل جند نفسه ليدافع عن أسوأ أهل البدع والضلال كالجهمية، واتهم السلف في كلامه في الجهمية في أمر الإيمان الذي انحرف فيه ومشى فيه على منهج المرجئة. ولما وجه بكلام الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام القيم ومن سار على طريقته من السابقين كالإمام أحمد بن حنبل وغيرهم، دافع عن الجهمية في أمر الإيمان، قال إن السلف لم يفهموا ما أراده الجهمية في أمر الإيمان، الذين قالوا إن الإيمان يكون ماذا؟ بالقلب أو بالقول، ولو لم يكن في القلب شيء. دافع عن من؟ عن الجهمية، واتهم من؟ السلف الذين علموا الإيمان الحمد لله وفهموه ودرسوه وهضموه وعرفوا الفرق الضالة ومن أين أتيت ومن أين جاء أربابها وأصحابها، ففندوا باطلهم وفندوا شبهاتهم كل تفنيد. إلى يومنا نحن نستفيد من كتبهم وسنستفيد حتى نلقى الله إن شاء الله تعالى، لأننا نبعد عن إيمان صادق وعن حرص على الإيمان وحرص على الأمة الإسلامية. يأتي مختار ويدافع عن من؟ عن الجهمية في هذا العصر الحاضر، ويتهم أئمة السلف بالظلم الجهمية. من أين جاء بهذه الدفاعات الباطلة؟ من البناء الذي كان على خلل وكان على فساد قد خاب. لذلك أنصح الأبناء والإخوان وأبناء المسلمين رجالا ونساء، والله إن أرادوا السلامة فليبدأوا
بما بدأ به علماؤنا السلفيون في تربية الأبناء وتعليم العلوم الشرعية بكتب هذا الإمام المجدد. ثم بعد ذلك لننطلق لبقية كتب السلف. أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، والسنة لابنه عبد الله رحمه الله، ومعة الاعتقاد للمقدسي بن قدامة، وشرح السنة للبربهاري، والعقيدة الواسطية، وهلم جرى من كتب السلف العظيمة. لو اجتمعنا لندرسها نحتاج إلى سنين وسنين. الحمد لله، من منة الله على الأمة وعلى المسلمين وعلى من سار على منهج السنة أننا بحمد الله في غنى تام بهذه الكتب وبهذه الموروثات العظيمة. نور وبصيرة، وألفوها تباعدت بهم الأخطار، لكنهم كلهم ينطقون كأنهم بلسان واحد بعقيدة واحدة راسخة. فافرحوا يا أخواني بهذه النعمة، اطمئنوا بهذه الكتب لأنها من الإيمان الصحيح الراسخ. فهذه